بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا ناس؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم ان شاء الله هعمل معاكم الملوخية بطريقة مختلفة شوية، ولا هي مطبوخة ولا هي مفروكة. وكمان هعمل معاكم الرز الابيض. عندي حلة فيها زيت، نزلت عليها شوية من البصل مقطع مكعبات، واول ما يدبل معايا البصل بنزل عليه شوية من الثوم، وتطلع معاي ريحة الثوم بنزل اللحمة على طول. تقليبة سريعة كده مع الثوم والبصل. بنزل عليهم شوية بهارات مشكلة، والبهارات المشكلة مال بتجي من برا، عاملاها أنا شوية قرفة، شوية كزبرة، شوية هبهان، شوية فلفل أسود، وهكذا، لأنه نكهتها بتكون أحلى من اللي بتجي من برا. وبكب عليهم موية، والموية على حسب كمية اللحمة اللي عندكم، وبغطي عليهم. وعشان أعمل الرز عندي حلة فيها زيت، بنزل عليها شوية، بنزل عليها بصلة واحدة مقطع مكعبات صغيرة خالص، وتدبل معايا البصلة بنزل عليها شوية من الثوم. تطلع ريحة الثوم بنزل عليهم شوية من البهارات الحب، شوية هبهان وشوية فلفل وشوية قرفة حب. وطوالي بنزل عليهم الرز المغسول والمصفى، يعني ما خليته منقوع في الموية، صفيته. ورشة الملح والموية، طبعا برضو الموية على حسب كمية الرز اللي عندكم، بس لحد ما تغطي لي الرز. اول ما يوصل وبغطي عليهم، اول ما يوصل معاي مرحلة الغليان على طول بخليه على نار هادئة خالص عشان يستوي على راحته. وهنا خلاص اللحمة تقريبا اخذت ساعتين. بطلع اللحمة من الشوربة، وهنا طلعت اللحمة، بضيف عليها ملوخية مفرومة، وكمان الملح والماجي اختياري في الملح في المرحلة دي. لو عايزين تحطوا ماجي ممكن تحطوا. ادوب الملوخية تمام في الشوربة. واللحمة هنا بحمرها طبعا في الزيت عادي. عندي طوة تاني فيها شوية زيت، بنزل عليها شوية توم عشان اعمل القدحة. وتوصل المرحلة دي بروح منزلاها فيه. الملوخية حقتي الرهيبة، يا سلام على الروايح يا جماعة. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم، طريقة لذيذة جدا جدا. وهنا خلاص استوى معايا الرز، شايفين مفلفل حبة حبة، ولا متكتل ولا عليه اي حاجة. وهنا حمرت اللحمة وخلاص، تحمير عادي. ودي الملوخية الرهيبة يا جماعة، ما قادرة اكلمكم عن الريحة والطعم. حاجة لذيذة جدا، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. اللحمة مستوية على الاخر، بس هي سخنة، انا ما قادرة اوريكم حد السوا. لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تدعموني بالاشتراك واللايك والشير اذا عجبكم الفيديو. وان شاء الله يا رب يعجبكم، وبالعافية علينا وعليكم.